مع الأسف اي والله التواصل الاجتماعي بالعراق صار عبارة عن كذب بكذب. فشباب صار لي 3 ايام متجاهل الوضعية، جاي اشوف اخبار انتشرت بشكل مو طبيعي بالعراق على اساس كاس السوبر الاسباني راح يقام في دولة العراق، وبطولة كاس السوبر راح يستضيفها العراق. عمي ماكو هيك حكي، ولاكو هيك منطق، ولاكو هيك قانون، ولاكو هيك خبر. هاي اخبار كذب والناس مجرد تدور تفاعل براس العالم. فاخوان قبل فترة الاتحاد الكويتي قدم ملف استضافة بطولة كاس السوبر الاسباني. الاتحاد الاسباني طلب مبالغ هائلة، طلب 14 مليون جنيه استرالي من الاتحاد الكويتي حتى يستضيفون بطولة كاس السوبر. لذلك الاتحاد الكويتي ما قدر يوفر هاي المبالغ الهائلة، ما استضافوا البطولة. يعني احنا بالعراق اذا استضافينا البطولة هل من الممكن نوفر هاي المبالغ؟ انت من ضمنهم، انت اللي جاي شاهد، تقدر تدفع تذكرة ب700 ألف، ب800 ألف تقدر تشتري تذكرة وتدخل الملعب المباراة. أنا من ضمنكم أول واحد ب50 ألف ما اشتري تذكرة، ما متوازي. يعني تريد العراق يستضاف البطولة بهيك مبالغ هائلة؟ زين اوكي اكو نجاح البطولة بس ما اكو مبالغ هيك هائلة، لا تنزلوا اخبار كذب.